ودلوقتي اهوت كده زي ما انتوا شايفين بعد ما فردتها اتأكدت انها اتفردت حلو جدا جدا في كل حتة. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اقطعها بالسكينة. نقول بقى بسم الله. طبعا التقطيعة اللي انتوا تحبوها، ممكن مثلثات، ممكن مربعات، ممكن تعملوا الشكل اللي انا هعمله ده. كل حاجة يا جماعة على حسب ذوقكم، على حسب اللي انتوا تحبوه. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى المرحلة دي مهمة جدا. ليه؟ انا مش بقطع السكينة بنزل بيها لحد اخر العجينة، لا، بنزل بيها بس نزلة صغيرة اللي هو احدد الشكل من فوق، لكن مش بقطع العجينة بنسبة 100%. تمام اهوت كده زي ما انتوا شايفين، اللي هو يعني بشرحها يعتبر مش بقطعها. تمام. نبدأ بقى اهوت كده ايه، عوجت الصينية عشان ابدأ اعمل الشكل المظبوط اللي في دماغي زي ما انتوا شايفين كده، عشان في الاخر تطلع بالشكل الحلو ده اللي هو ولا مربعات ولا مثلثات، تطلع بالشكل ده. الشكل ده كمان بيبقى شكل حلو جدا كمان مختلف. زي ما انتوا شايفين كده بعد بقى ما قطعتها ابدأ بقى اجهز الخلطة اللي احطها عليها، اللي هي عبارة عن ايه، معلقتين كبار من الزبدة، طبعا زي ما شفتوا لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، معلقة كبيرة من الثوم المهروس، وحط كده يعني حزمة حزمتين كده ايه من البقدونس، طبعا بحسب الرغبة في الكمية بتاعته لكن هو اساسي. تمام. ونزلت عليها كده رشة ملح ورشة فلفل اسود، وبدأت كده ان انا اقلب الخليط كله مع بعض عشان ده اللي احنا هنحطه فوق العجينة. زي ما انتوا شايفين اهوت كده الخليط. وابدأ بقى ان انا اوزعه اهوت كده على العجينة بتاعتي. وطبعا